لو انت من الناس اللي بتضيع الاجازه بتاعتها على الفاضي، اللي هو فجاه الاجازه بتجيلك وتلاقيها نصها او تلات ارباعها راحت من غير ما تعمل فيها اي حاجه، فالفيديو ده انا ببساطه هبين لك ليه الاجازه بتاعتك بتضيع. لان انا كواحد الاجازه بتاعته دايما كانت بتضيع وكده. انا فهمت الدنيا ماشيه ازاي شويه، فهمت ايه الحاجه اللي بتضيع الاجازه فعلا، وليه اصلا الاجازه بتضيع، وايه التفكير المعين اللي انت المايند سيت المعينه اللي انت لو دخلت بيها الاجازه تضمن 100% انك هتضيعها. فانا هحكي لك قصه بس بسيطه عني قبل ما ابدا الفيديو. انا كانت اي اجازه بتجيلي كانت غالبا يعني قول بنسبه 80% ولا حاجه بتضيع مني. لان انا كنت بدخل الاجازه بحط طموحات عاليه زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت الاجازه كانت بتضيع لان انا كنت عبيط. يعني انت في فترة الامتحانات اللي قبل الأجازة انت بتبقى تقعد تتفشخ حرفيا 3 أسابيع أو شهر عشان تجهز الامتحان، وإنك تدخل الامتحان على ما الامتحانات تخلص وكده. كنت بتقعد تقريبا 3 أسابيع أو شهر. فإنك تيجي في يوم وليلة خلاص انت عايز تدخل مود الأجازة وكده، الموضوع بيبقى صعب شوية على مخك إن هو يستوعب الموضوع. فاهمني؟ فانت لازم اللي هو واحدة واحدة كده تعرف في الأول أنت عايز تعمل إيه، وما تحطش طموحات عالية. عشان أنا كل مرة أحط طموحات عالية وأقول أنا عايز أعمل كذا وعايز أعمل كذا. يعني أنا أحسن أجازة مرت عليا كانت تقريبا أجازة الشتاء اللي فاتت. أنا الأجازة الحالية لسه ما خلصتش عشان أحكم، بس لحد دلوقتي كانت أجازة الشتاء اللي فاتت اللي هي من سنة باين. هي من سنة بالظبط. ليه كانت أحسن أجازة؟ لأن أنا كنت داخلها من غير توقعات عالية. أنا كنت داخلها وخلاص. لو أنا خلاص أنا اتفشخت كتير في الجامعة. كانت اول اجازه ليا بعد ما دخلت جامعه وكده. فانا كنت عايز اجازه بقى، اللي هو خلاص انا تعبت، وما كانتش فارقه معايا بقى هخرج مش هخرج. يعني اصلا معظم الخروجات في الاجازه دي كانت جايه بالصدفه. فاهمني؟ وانت هدفك في الاجازه بيختلف. يعني انت ممكن انت مثلا آه، الاجازه تبقى حلوه لو مثلا انت خرجت. واحد غيرك الاجازه تبقى حلوه لو ركز على التمرين مثلا. واحد تاني الاجازه تبقى حلوه لو اشتغل مثلا. فاهمني؟ فهي اهداف مختلفه بس الفكره واحده، انك تعرف تعمل الحاجه اللي انت عايزها في الاجازه، عشان تيجي في اخر اجازه تبقى تقول الاجازه ما كانتش وحشه، ما ضيعتش على الفاضي. تمام. ولو انت من النوع اللي بيحب يخرج في الاجازه وكده زي يعني اغلبيه البشر يعني، بيبقى بيعدي بامتحانات بقى وكده وعايز في الأجازة اللي هو يخرج، يشوف صحابه أكتر الحاجات دي. فالنصيحة اللي أقدر أديها لك هي إنك تخرج، بس زي ما قلت بلاش تحط التوقعات العالية اللي إحنا دايما بنحطها، عشان دي اللي بتبوظ لك الدنيا كلها. إزاي ما تحطش التوقعات العالية؟ يعني أنا أعرف كام واحد حاليا في الأجازة دي يمكن ما خرجوش ولا مرة، أو كم مرة يعني مرات تتعدى على صوابع الإيد الواحدة حرفيا، عشان عايزين يخرجوا ويروحوا حتت بقى كبيرة وكده، اللي هي عايزين يروحوا مولات معينة، عايزين يروحوا أماكن معينة من غير ذكر أسامي يعني إيه الأماكن. بس اللي هما مش عايز يخرج إلا لما يروح حتة فخمة بقى وكده، والبص عايز يخرب الدنيا. فالعقلية دي هي اللي بتفشخه حرفيا. يعني هو هيجي في آخر الأجازة مش حد هيطلع معاه. تمام. وهو ذات نفسه بيقول إن هو معهوش فلوس. طب أنت يا حبيبي حاطط الحاجات دي في بالك ليه؟ فانت مش هتستفيد اي حاجه. انما انا في الاجازه دي لحد دلوقتي خرجت كذا مره، واغلبيتهم يعني قول مثلا 80% من الخروجات دي كانت تحت في الشارع. بمشي مع صحابي بنتكلم بنروح، بنمشي مسافات طويله. فاهمني؟ ففعلا يعني هي دي الخروجات اللي انت فعلا هتفتكرها. انا ما بقولكش ان الخروجات الاماكن الحلوه وكده هتيجي في اخر اجازه وهتنساها، لا مش هتنساها، بس دي صعبة إنها تحصل كتير، بالذات في الفئة العمرية اللي بتتفرج عليا. صعب إنها تحصل كتير. يعني أنت لو مثلا من 14 ل20 سنة أو ل19 سنة، صعب إنك صعب إنك تخرج الخروجات اللي هي المحتاج بتكلف دي كذا مرة في الأسبوع. يعني بتبقى صعبة شوية. فيعني خليك منطقي، اللي هو مش يعني أي خروجة تجيلك اطلعها وخلاص يعني. بقى بلاش حركات العيال اللي هو لا انا مش هطلع الا المكان المعين، عشان انا مش هروح لا. واوسخ نوعيه من البشر
هما اللي بيبقى قبل الخروج يقعد يقول لك طب هنعمل ايه هنعمل ايه. يا اسطى ما تيجي وخلاص يا اسطى، هنبقى نشوف هنعمل ايه لما تيجي. يعني انا مش فاهم انتوا ليه بتبذلوا طاقة في حاجة حرفيا لسه هتحصل قدام. يا جدعان اخلصوا عايزين نطلع، فاهمني؟ فبس انت لازم بس وكمان اختيار الصحاب مهم جدا. يعني ما تختارش يعني في نوعية من الصحاب كده اللي هو لازم انت اللي تروح له، ده ما اقطع علاقتك بيه. عشان ده هيضيع لك وقتك على الفاضي وفلوسك. انت كل شويه اللي انت اللي هتروح له وهو ما بيجيلكش الا مره، وحتى هو رافض ان هو يجيلك لسبب ما هو مش عارف. فده حاول تبعد عنه لان ده اللي هيضيع لك الاجازه فعلا. وانت لو فعلا عايز تحس في اخر الاجازه انك انجزت حاجه معينه، حاول تستغل اليوم كله. يعني بلاش تقضي يومك كله على السوشيال ميديا، انستجرام، تيك توك. بلاش تقضي يومك كله على المواقع الوسخة دي، عشان يعني بجد بتسحب لك يومك. يعني انا فعليا اول كام يوم في الاجازة دي ممكن السكرين تايم بتاعي يعدي ال10 ساعات. يعني انت متخيل؟ 10 10 ساعات يا جدعان. يعني نفترض مثلا انت شخص يا عم طبيعي وبيطلع وكده، نقول السكرين تايم بتاعك 5 6 7 ساعات في اليوم. اضرب ال7 ساعات دول في سبعة اضربها في سبعة اللي هي كل يوم 7 ساعات. شوف بقى انت بتضيع كام ساعة في الاسبوع، وشوف بعدها انت بتضيع كام ساعة في الشهر. فانت يعني في كذا يوم حرفيا هيروحوا منك وانت مش عارف. يعني لو انت كان ممكن تعمل فيهم حاجة عدلة، فاهمني؟ وفكرة انك ازاي تبطل بقى السوشيال ميديا وكده. انا كنت تقريبا عملت الفيديو اللي فات عنه، اتكلمت يعني في الموضوع، بس ممكن اعمل فيديو على التفصيل على الموضوع ده يعني. وانا مش شايف انها حاجه صعبه، هي بس انت عشان انت مقتنع انها حاجه صعبه فانت مخك مش عارف يستوعب ازاي اصلا انك ممكن تتخلص منها، فاهمني؟ فهي لا، هي حاجه بسيطه جدا. وانا ذات نفسي يعني ادمان السوشيال ميديا ده ممكن في يوم اتخلص منه تمام. اللي هو في يوم انا فعلا جدولي مشغول فيه، اللي هو مش ماسك الموبايل على طول. ففجأة أنا بلاقي إن الموبايل مش بمسكه كتير تلقائيا، فاهمني؟ ممكن أنت بقى في مرحلة متقدمة شوية وقاعد اليوم كله على الموبايل وما بتطلعش أصلا. ممكن أنت تعدي مثلا 15 ساعة في اليوم على الموبايل. دي حالة متقدمة شوية، ممكن محتاج لك إنك تاخد أسبوع مثلا تقلل فيه استخدامك للموبايل. بس برضه أنا مش شايف إن دي حاجة عملية قوي، لان مين اللي هيقعد يحسب انا خلاص النهارده قعدت 10 ساعات على الموبايل، بكره هقعد 7، وبعده هقعد كذا. لا، مفيش حد بيحسب الحاجات دي، فاهمني؟ فبس يعني فكرة انك خلاص يوم بيجي انت مشغول فيه وكل حاجة بتتغير، فاهمني؟ بس انت برضو ما تقعدش تستنى اليوم ده وانت قاعد في مكانك ما بتعملش حاجة. لازم اللي هو تسعى انك تلاقي اليوم ده اللي هو تعمل اي حاجة، تشتغل على اللابتوب، تتعلم حاجة جديدة. يعني في مهارة اسمها التاتش تايبنج لو ما تعرفهاش، اللي هي انك تكتب على الكيبورد من غير ما تبص عليه. عارفينها دي؟ لو انت فعلا اللي هو حاولت انك تتعلمها ممكن تقعد يعني مش فترة كبيرة قوي، لان هي يعني في حاجات كده انت لازم ما تقعدش وقت كتير عليها عشان تلاقي نتيجة، فاهمني؟ اللي هو يعني انت مش بتروح الجيم 7 ساعات في اليوم وتفضل مريح الاسبوع كله. لا، انت بتروح ساعة كل يوم، فاهمني؟ لان 7 ساعات في اليوم دي مش تبقى عملية، بالعكس انت تطورك هيقل. فاستغلال الاجازة لازم بس انك يعني انت حتى الاجازات اللي بتضيعها اعرف انت بتضيعها ليه، ايه الحاجة اللي فعلا في اخر الاجازة بتتمنى انك ما تكونش تعملها. وانا بالنسبة لي يعني انا اجازة الشتاء اللي فاتت قلت لكم كانت احسن اجازة. اجازة الصيف اللي بعدها اللي هي اجازة الاجازة الكبيرة يعني اللي بعدها كانت حرفيا من اوسخ الاجازات في حياتي. وانا فعلا قعدت احلل الاجازه بتبوظ وكده، وعرفت الاسباب بالنسبه لي ليه الاجازه بتبوظ. وانت في نفس الوقت لازم تعرف ايه الاسباب اللي بتخلي اجازتك انت تتبهدل يعني من الاخر. فبس هي بتختلف من واحد للتاني، بس انت ممكن مع الوقت لو انت لسه صغير او ما خدتش اجازات كتير انت ممكن تفتكر الاجازات اللي فاتت من الصور عندك على الموبايل، الحاجات دي. وتعرف ليه الأجازة بتوصل في آخرها وأنت مش راضي عن اللي حصل. ممكن الموضوع يكون قلة التزام مثلا، حاجات كتير ممكن تأثر عليك.
بس انت لازم تعرفها يعني وتحاول تغيرها في الاجازه اللي جايه. عشان كده انا فعلا الاجازه دي ما تعتبرش اجازه سيئه خالص، تعتبر اجازه كويسه كمان. لان انا كل الحاجات اللي انا غلطت فيها في الاجازه اللي فاتت اللي هي اجازه الصيف صلحتها في الاجازه دي. فخلاص انا مشكله ان انا مش هستغل الاجازه خلاص راحت مني. في بقى الليفل التاني ان الاجازه تبقى حلوه جدا، دي بقى انا لسه ما وصلتش ليها. فاهمني؟ بس ممكن مع الوقت اقدر احسن اكتر في الاجازه، لان انا فعلا اول اسبوع من الاجازه اللي انا فيها دلوقتي ما استغلتوش قوي. كان اغلبه تضييع وقت، مع اني خرجت خروجتين، يعني خرجت خروجه، يعني تقدر تقول خروجه واحده بس هي خروجتين يعني. كانت حلوه جدا. ومن فعلا تقريبا احسن خروجه خرجتها لو كان فيها عدد اكبر كانت هتبقى من توب فايف مثلا في حياتي كلها. بس حصل خير يعني، كانت خروجه حلوه. بس انا فعلا حسيت ان الاسبوع ده اختفى، معرفش انا عملت فيه ايه. فاهمني؟ فانت بس حاول تشوف الاجازات اللي فاتت زي ما انا قلت، وحاول تعرف ايه اللي بيضيعها. كل الاجازات الجايه هتتسهل يعني.